صباح الفل او مساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوفونا فيه. عاملين ايه؟ كوباية القهوة بتاعتكم جاهزة ويلا بينا نبدأ تاني. احنا الاسبوع اللي فات كنا اتكلمنا عن دور الاب، كنت قلت لكم الفيديو الجاي هيبقى عن دور العلاقة ما بين الزوجين وكده، بس لا يعني هنتكلم عن دور الام الاول وايه اللي مطلوب منها في التربية. وخلينا يعني كده كده مفيش حاجة طبعا، يعني كل الناس متوصية ما شاء الله بالأمهات وإن هم يعملوا إيه وما يعملوش إيه وإيه اللي هم محتاجينه. بس أنا النهاردة هتكلم عن جزء مختلف، يعني هتكلم إزاي تهتمي يعني حاجة يعني بننساها دايما في زحمة الحياة وكده. إزاي إن إحنا بننسى نهتم الأم اللي بتحرق نفسها من أجل الآخرين والأطفال والبيت وكده. لا لا يعني هنتكلم إزاي بقى تفرملي شوية. وبما انك بتسمعي الفيديو ده يبقى انت اكيد حد من الامهات اللي هي بتحرق نفسها، وعايزه تعرف تعمل كل حاجه عشان خاطر اللي حواليها وبتنسى تقدم حاجه لنفسها. فازاي ان احنا ولادنا مهم جدا عشان نقدر نكمل في يومنا، وعشان يبقى عندك طولة البال ان انت تكملي وتروحي وتيجي وتعملي معاهم وتبقي هادية وما تتعصبيش وكل التفاصيل دي. ازاي الجزء مهم جدا ان انت تبقي مهتمية ان انت تفضي الكوباية بتاعتك او تبقي مهتمية بصحتك الجسدية والنفسية، عشان ده بيأثر. يعني انت لما تبقي مضغوطة ومشحونة، تصحي من النوم تنسي تفطري، تنسي تاكلي، تنسي تهتمي بنفسك، تحطي تغسلي وشك بالسكين كير الروتين بتاعك. التفاصيل دي كلها، دي تفاصيل بتحسسك ان انت بني ادمه، كائن منفصل مستقل بذاته، ليه احتياجاته برضو. دي حاجة. والحاجة التانية ان هو بيعلم الولاد برضو ان الماما مش حاجة، يعني مش تحت امرنا 24 ساعة. هي ليها برضو ليها متطلبات وليها احتياجات وليها وقت وليها حياة. يعني في الفترة الأولانية جزء كبير قوي اعتماد الأطفال علينا بشكل كبير، بس بعد شوية بيكبروا، بيبدأوا هما بقى نعلمهم شوية حاجات. كل ما بنبدأ نعلمهم ان هم يستقلوا، بنشجعهم ان هم يستقلوا بنفسهم، يعتمدوا على نفسهم في حاجات بسيطة، زي مثلا نحط في التلاجة في المستوى بتاعهم حاجات تسهل علينا وفي نفس الوقت تساعدهم ان هم يبقوا مستقلين بذاتهم. نحط لهم في التلاجة والله في الحاجات اللي في مستواهم حاجات يعرفوا يفتحوا التلاجة ياكلوا لوحدهم حاجات. آه، نخلي حوالينا، ندور على كوميونيتي حوالينا او ناس حوالينا نفس تفكيرنا، فنعرف نقعد معاهم ونخرج ونتبسط. وفي نفس الوقت الولاد مش بيمثل لهم ضغط، الولاد يقعدوا يلعبوا مع بعض واحنا قاعدين مع بعض نتبسط. حاجات بسيطة زي ان احنا نعلمه مثلا الجزمة بتاعته مثلا. يعني بدل ما انا اللي بقعد في الاول هتعب لحد ما اعلمها له، بس بعد كده خلاص دي حاجة هتبقى بيجهز بيلبس الجزمة لوحده، مش محتاج ان انا ابقى انا اللي بعلمه كل حاجة في حياته. ان هو يشيل شنطته. التفاصيل الصغيرة دي مع الوقت المجهود الجسدي بتاعك هيقل مع اولادك، ومجهودك وهيبقى عندك وقت وعندك طاقة تستحملي بقى الجزء التربوي. الرعاية الجسدية هتقل للولاد، بس الجزء النفسي بيزيد. يعني هما كل ما بيكبروا كل ما بيحتاجوا منك مجهود نفسي وطاقة نفسية أكبر. فأنا عشان أفضي جزء من الطاقة النفسية دي محتاجة أعتني بنفسيتي أنا الأول وبصحتي. محتاجة تدلعي نفسك. يعني افتكري كده ايه الحاجات اللي كنتي بتعمليها زمان قبل ما تخلفي او قبل ما تتجوزي، بتهتمي بنفسك ازاي، بتفصلي ازاي. اقعدي اكتبي الحاجات دي وافتكري ايه الحاجات اللي كانت بتساعدني. لو اخدتي من يومك مثلا ربع ساعة كده لنفسك مهما كان عمر طفلك قد ايه. احيانا بيبقى المي تايم في الفترة الاولانية ان انت تدخلي تاخدي دش مثلا، ده كل المي تايم اللي انت تقدري تعمليه لنفسك في الفترة الاولانية. بس ما تستخسريش في نفسك. يعني في ناس ما بتستخسر في نفسها كوباية القهوة أو كوباية الشاي إن هي تقعد تشربها بتحس بتأنيب ضمير. لا لا خالص. مين قال إن إحنا كأمهات محتاجين طول الوقت نبقى عايشين من أجل اللي حوالينا؟ انت عشان تقدري تدي لازم انت تبقي بتدي لنفسك حقها الأول. مش هقولك تدي لنفسك حقها وترمي الباقيين، بس لا، احنا بنوازن الدنيا. يعني كله بيقعد يقول لا ادي، لا، انت زي ما بتدي لولادك ادي لنفسك،
زي ما بتطلبي لولادك احسن حاجه، اطلبي لنفسك برضو احسن حاجه. يعني ما ينفعش تبقي طول الوقت ماما هي اللي بتاكل البواقي، ماما هي اللي اي حاجه بنرميها لماما. ماما يعني بتاخد، يعني مش عايزين ماما يبقى بتاخد البواقي، ولا ماما بتاكل وهي واقفه واقفه بتاكل وبتجري كده. لا، تعملي كوبايه، تحطي لنفسك الاكل بشكل حلو زي ما بتقدمي لاولادك ولجوزك، تعملي ده لنفسك برضو. انت بني ادمه، ولادك مش هيعاملوك ان انت كائن مستقل بذاته طول ما انت مش بتدي لنفسك حقها. فحاولي كده تدلعي نفسك، عشان ده هيأثر عليهم وهيعلمهم ان هم لما هيكبروا يحترموا الست اللي معاهم، يدوهم حقوقها. ولو هي بنت هتعلمها ان هي لا، زي ما بنهتم باللي حوالينا كمان محتاجين نرعى نفسنا ونهتم بنفسنا. ده بيعلمهم حاجات كتير قوي، يعرفوا يحطوا حدود. انت لما تعلمي لولادك ان في وقت في اليوم، في ربع ساعة والله او نص ساعة على حسب العمر بتاعهم، الوقت ده ماما بتقعد تعمل فيه حاجات لنفسها، تقرأ، تكتب، تتفرج على حاجة، تشرب كوباية القهوة بتاعتها بمزاج، ده الوقت بتاع ماما. ولادك لما هيكبروا كمان هيعرفوا ان هم ليهم، يعني ليه جسمهم ونفسهم ليها حق، يعني محتاجين يدوه لنفسهم. قبل زي ما بنهتم بالولاد وبنهتم ندي لولادنا حاجات، نهتم كمان بالست اللي هي بتدي بقى، ده اللي هو انت اهتمي بيه. ما ينفعش تطلبي من اللي حواليك يدوكي الاهتمام ويهتموا باحتياجاتك وانت نفسك ناسيه الاحتياجات الاساسيه بتاعت جسمك وناسيه الاحتياجات الاساسيه بتاعت نفسيتك. ف يعني دايما حطي في يومك، دوري على نقطه كده تحطي فيها حاجه تشحني بيها طاقة. مكالمة تليفون مع حد بتحبيه مثلا من صحابك، أو حاجة بتشحنك. في حد تاني ممكن يكون والله إن أنا أفضل قاعدة لوحدي كده في الأوضة فاصلة تماما، دي الحاجة اللي بتشحنها. في حد تاني إن هو يتفرج على مسلسل، في حد تالت إن هو يقرأ كتاب، في حد، كل واحد، في حد إن هو ينزل يتمشى، يلعب رياضة. كل واحدة على حسب هي إيه. كل ده زي ما انتي بتعتني بنفسك، ده كمان بيعلم ولادك ان هم، مش معنى ان انا امي ان انا يبقى متداس على وشي. لا، انا عارفه ان احنا اتربينا ان احنا كأمهات الام بتدي كل حاجه، والام تضحي، والام بتعمل. بس هرجع تاني وافكركم ان زمان الامهات ما كانتش بتربي لوحدها، الامهات كانت بتربي في وسط عيله ممتده في الغالب، عيله كبيره، فكان كله بيربي. دلوقتي الحمل معظمه عليكي، فانت راس مالك صحتك الجسديه والنفسيه، ده الراس مالك في تربيتك وفي بيتك ولولادك وكل حاجه. فاحنا عشان ده ما يقعش، وعشان المجهود اللي انت بتبذليه كبير جدا، فمحتاجة ان انت تبقي بتاخدي الوقت لنفسك، بعيدا عن الشغل، بعيدا عن الولاد، بعيدا عن احتياجات البيت. فما تنسيش تدي وقت لنفسك زي ما بتدي. يعني ما اتكلمتش معاكم عن ازاي تربوا، عشان عارفة ان معظمكم يعني في الحتة دي كويس، بس في جزئية كبيرة جدا 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 بتبقى بننساها قبل ما نبدأ نشتغل على ازاي نربي. هنبقى بنشتغل على ازاي تهتمي بنفسك. ادي لنفسك كده لو ربع ساعة في اليوم او 10 دقايق لو ما عندكيش وقت، تفصلي فيهم، تستعيدي فيها طاقتك وصحتك وثبتيها. اهم حاجة تثبتيها عشان تجيب نتيجة. وبعدين يعني ساعتها هنبدأ بقى نشوف نربي ولادنا ازاي. ساعتها يبقى عندك طولة بال بقى للي بيحصل، للي بيتقال، اقول لما اجي اقول لك خدي نفس واستني، ساعتها يبقى عندك القدرة انك تعملي ده. بس قبل كده يعني هنبقى بنتعبك اكتر، هنبقى بنضغطك نفسيا اكتر. فحطي نفسك أولوية، عشان مش هينفع تطلبي من حد يحطك أولوية وانتي مش حاطة نفسك أولوية. وما تقلقوش، هي التربية احنا مع بعض في تراكيب بإذن الله، هنمشي خطوة بخطوة، وبإذن الله الدنيا هتبقى كويسة. ميرسي.